يا اهلا بالفيلموية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيلم. القصة بتنقلنا لمعسكر طبي في قارة افريقيا، بنقابل فيه اندريا دكتور محبط بسبب وفاة مريض نتيجة نقص الامكانيات الطبية، فالناس المحليين ومساعده بينصحوه انه يهرب وبيحذروه من وصول ارهابي معروف باسم بو، ورغم النصيحة اندريا بيختار انه يستخبى تحت شجرة. في الوقت ده واندا واللي بتكون مسخرة نفسها لتعليم الاطفال دروس في الايمان، وفجأة وصول اندريا بيقطع الهدوء وبيحذرهم بضرورة انهم يهربوا فورا، لان بو عرف بوجود امريكان في المنطقة وبقى مهتم بالموضوع. فبيدخلوا على العربية علشان يروحوا المطار، وبيتكلموا عن الصعوبات اللي بيواجهوها، زي ان المعدات الطبية بتكون اتسرقت والامدادات الاساسية ما وصلتش، حتى الكتب المقدسة اللي كانوا مستنيينها ما جاتش. الكلام ده بيخلي اندريا يعيد التفكير في رغبته انه يرجع، ويسأل نفسه اذا كانت الحياة هناك تستاهل التعب ده ولا لا. وفي المطار مجموعة من الشباب بتستعد للسفر في طيارة سرية، من ضمنهم شخص انيق. في الطيارة تايلر بيعلن ان تكلفة الرحلة زادت، وده بيبوظ خطتهم اكتر، وهم بيكونوا على الطيارة في ظروف خطرة بدون احزمة امان. فالرعب بيتمكن من الركاب لما الطيارة بتبدأ تتهز بشكل مرعب، وفجأة بتحصل اعطال ميكانيكية والطيارة بتقع بسرعة على الارض وبتنتشر الفوضى. نروح بقى لما اندريا فاق لقى نفسه بره الطيارة المتدمرة، وبدأ يدور بشكل يائس على مراته وسط الدمار، لغاية ما لقى شابة ميتة ومراته مصابة جامد ورجلها محبوسة في حطام الطيارة، وبمساعدة واحد اسمه تابو بيحاولوا يحرروها، لكن تابو بيحذره انه ما يحاولش يحررها بسرعة علشان رجلها محبوسة بين المعادن، واي حركة مفاجئة ممكن تزود الاصابة. في نفس الوقت وفي ركن مظلم ماكس بيحس بالحزن وهو بيدفن صديق ليه ما نجاش من الكارثة، ورغم التوتر الكبير اندريا بيتملك اعصابه وبيحط ضمادة مؤقتة على رجل واندا المصابة. بعدين الامور بتزيد توتر لما تايلور بيواجه تابو بخصوص شروط السلامة في الطيارة، ورافض تماما يتكلم مع اندريا لما حاول يتدخل. المكان اللي هم فيه محمية طبيعية جميلة وخطرة في نفس الوقت، لانها موطن الحيوانات المفترسة زي الاسود والفهود والضباع. وقتها تايلور بيقول لهم ان مدينة كوانا شرقهم، لكنهم قلقانين من ان مية الشرب اللي معاهم قليلة جدا، وان الوصول للمدينة ممكن ياخد يوم كامل. مع دخول الليل الخطر بيزيد لان الحيوانات المفترسة بتبقى اكتر نشاط بالليل. فاندريا بيختار انه يفضل مع مراته، وبيطلب من الباقيين انهم يروحوا المدينة يدوروا على مساعدة، ورغم ان تايلور بيصر على ان البقاء هناك خطر وسط الاسود، لكن القرار اتاخد. واندا بتقرر انها تقعد مع اندريا وسايبه الباقي يمشوا، وبتثق في قيادته علشان يوصلها المدينة ويرجعوا بالمساعدة، رغم ان تابو بيحاول يقنعهم انهم يمشوا سوا. المجموعة بقيادة تايلور وماكس وتابو بيبداوا رحلتهم ناحية المدينة، وقت ما اخدوا استراحة قصيرة ماكس بيكتشف انهم ماشيين في طريق غلط، وده بيزود التوتر. تايلور واثق انه عارف الطريق وبيطمن ماكس انه لازم يكملوا مشي رغم القلق اللي عندهم. اندريا هو لسه عند حطام الطيارة بيلاحظ طيور كرانة بتدور فوقهم، وبيقرر انه يستكشف منطقة مختفية في الطيارة، وبيلاقي حاجة بتلفت انتباهه. في نفس الوقت سليك بيكون بيكافح مع الرمال، غير كمان الحر الشديد. فتايلر بيحاول يشجعهم وبيقول لهم انه فاضل نص ساعة مشي وهيدي لهم زجاجة مية، وبعد نص ساعة كمان وصلوا لنهاية الطريق، بس لقوا قدامهم منظر كئيب خالي تماما من الحياة، وده كسر روحهم المعنوية. في تحول مفاجئ ماكس اللي مغلوب من الاحباط بياخد المسدس من تايلور وبيعترف انه قتل شخص، وبيأمر الجميع انهم ينفذوا اوامره ويرجعوا. فتايلور بهدوء بيقول لهم انهم لازم يكملوا. سليك وتابو رغم الحيرة قرروا يمشوا مع تايلور، وماكس اختار يرجع لوحده. وفي الطيارة جرح واندا بيسوء اكتر وبدأت تنزف بشدة. قرر ماكس انه يمشي لوحده وساب تايلور وتابو يرجعوا لموقع الطيارة، واكتشفوا علامات مخالب جديدة جنب المكان اللي كان فيه اندريا ومراته. وفي لحظة درامية اندريا ظهر فجأة وضرب تايلور بقوة وبدأ يخنقه في لحظة غضب شديد، وبيتهموا انه السبب في موت مراته. ووسط الصراع ضربوا شعلة مضيئة اللي انفجرت وفرقتهم عن بعض، وده اعطى تايلور فرصة يهرب. بعدها اندريا نظم مراسم صغيرة لوداع مراته، وقال لتابو ان اسد هو اللي قتلها، وكان غارق في الاحساس بالذنب انه ما قدرش يحميها. لكن تابو طمنه وقال له ان الموضوع مش ذنبه، انه كان ممكن يحصل له نفس المصير. تايلور حذرهم ان الاسود هترجع بالليل وانهم مش هيقدروا يواجهوهم، واقترح ياخدوا ملجأ في اوضه الطياره اللي فيها مكان ل3 بس، وكان عاوز يسيب مكان فاضل الاسود كطعم. ورغم ان تابو كان شاكك في الخطه لكنه وافق يناقشها مع اندريا. ولما رجعوا اندريا واجه تايلور واتهموا انه كان بينقل حاجات غير قانونيه، ووراه قرن وحيد القرن كدليل على شكوكه. وقتها تايلور كان مذهول واندريا بقى غضبان، واتهموا انه ساهم في موت الناس علشان كان بينقل حاجات مش مطلوبه بدل الامدادات الطبيه اللي كانوا محتاجينها، واللي بسبب الوزن الزياده الطياره وقع. تايلور دافع عن نفسه وقال انه ملوش علاقه بالتهم دي، وقرر يسيبهم. ومع دخول الليل قرروا بالصدفه مين هيبقى بره الملجأ، والقرعه وقعت على سليك، لكن هو اقترح ان تابو هو اللي يبقى بره. فسليك عرض $1,000,000 علشان يبدل مكانه مع تابو، لكن تابو رفض العرض وما حبش يشتري مكانه. وقبل ما يدخل الملجأ اندريا عرض على سليك سلسله فيها صليب، لكنه رفض وقال له انه مش مؤمن باي حاجه. في الوقت ده الحيوانات الاقل خطوره كانت بتدور على ملجأ، في حين الحيوانات المفترسه بدات تظهر في الضلمه. فتايلور طلب من سليك يولع نار واداله خشب علشان يولعه، وبعدها دخل الطياره مع اندريا وتابو. في نفس الوقت ماكس كان ماشي لوحده خايف من صوت الضباع وزئير الاسود اللي كان قريب، وفي صمت الطياره سليك النوم غلبه، وفجاه طلع صوت طلقه قريب منهم.
يكون ماكس اللي اتفزع ورد بضرب النار على اسد كان بيدور حوالين المكان، وللاسف الطلقات اللي مع ماكس خلصت قبل ما يقدر يصيب الهدف. وفي مكان تاني تايلر صحي علشان يروح الحمام ولقى سليك نايم وغرقان في النوم، وصحى من غير ما يعرف ان في حيه بتزحف على الطياره. ورجع على اندريا وتابوه كمل نومه من غير ما يعرف ان الحيه قربت من رجليه. وقتها الظلام سيطر على المكان وسليك غرق في النوم تاني، وبره عيون 3 حيوانات مفترسه كانت بتلمع وسط الشجر. وفجاه اسد مر جنب البيت والكل جوه كانوا نايمين. المجموعه صحت على صرخات سليك لكن ما قدروش يردوا غير بصمت. وقتها اندريا حاول يخرج لكن كان في اسد كان على وشك يدخل. بسرعه قفلوا الباب وخوفهم سيطر على الجو، وهوب حيه عضت تابوه في رجله لكن بسرعه قتلوها. اندريا بموارد بسيطه ضمد الجرح وشفط السم، وحاولوا يكسبوا وقت قبل ما السم ينتشر. بعد شويه الهدوء اللي بقى موجود كان دليل على ان الاسود مشي. تاني يوم لما خرجوا من الطياره شافوا اثر الدم اللي سابه وراهم. اندريا قعد تحت شجره ميته وقال لتايلر وتابو يكملوا من غيره. تايلر كان مصر انهم يفضلوا مع بعض علشان النجاه كفريق، لكن اندريا كان ثابت في قراره انه يفضل ويواجه مصيره. وهم ماشيين ظهر في المسافه عربيه جابت معاها لمحه من الامل اللي بسرعه اتحولت ليأس لما شافوا ناس مسلحه بتنزل منها. اندريا قام وشافهم وهم بيقربوا بشكل مهدد. تابو حاول يتواصل معاه بلغتهم لكن قابلوه بالعنف. السكان الاصليين لما لقوا قرون على الطياره اتهموا المجموعه بالسرقه، وبكده كانت نهايه فصل مليان الم وسوء تفاهم في وسط السافانا الواسعه والخطيره. وقت ما كانوا بيفتشوا الطياره اندريا كان ساكت وهو بيشوف الزعيم بيسالهم عن مستلم الحموله الغير قانونيه، وكان عنده مسدس موجه عليه. الشحنه غير القانونيه كانت بتخليه تحت تهديد السلاح، وكل اللي اندريا كان عاوزه انه يتجمع مع حبيبته ويموت. لكن تايلر بشجاعه اتدخل واخد المسؤوليه الكامله عن المخدرات. وقتها تابو كان يائس وبيطلب حياتهم لكن توسلاته ما اتسمعتش وتم قتله. الزعيم اللي كان محتاج ناس اكتر للتعامل مع الشحنه طلب مساعده اضافيه. في الوقت ده واحد من الحراس المسلحين عرض على اندريا وتايلر فرصه اخيره. اندريا اداله 10 ثواني يهرب قبل ما يبداوا يضربوا عليه النار، وتايلر اخد نفس العرض لكن كان في صمت قاتل بينهم. وفجاه الزعيم باشاره ساديه عرض عليهم ميه، شرب منها شويه ورمى الباقي على الارض وزود عطشهم اكتر. ومع مرور الوقت الحراس ناموا نوم تقيل. اندريا اللي كان مرهق ومستسلم بان عليه انه قابل مصيره، لكن تايلر اللي كان مدفوع برغبه البقاء على قيد الحياه خطط لهجوم. بدا يتحرك بحذر ناحيه الحارس اللي نايم علشان ياخد سلاحه، لكنه صحي في اللحظه الاخيره ووجه السلاح ناحيه تايلر، بس السلاح كان عطلان وده ادى لتايلر فرصه ثمينه انه يقاوم. لما الحارس التاني صحي وحاول يتدخل اندريا لقى القوه انه يتحرك وواجهه اخيرا انهى حياته. ورغم الخطر اللي لسه موجود تايلر قرب من اندريا وهو مليان ندم على الظروف اللي تسبب فيها، ووعد انه هيحاول يصلح الامور. اندريا رغم انه كان متاثر جدا قبل الوضع واستعد يواجه اللي جاي في البيئه الصعبه دي. وهو بيحس بتعبه وانفاسه المتقطعه تايلر كان شال اندريا على كتفه وكل خطوه كانت تحدي. الارهاق والالم خلوا اندريا يقع على الارض المتطربه، لكن تايلر بسرعه شجعه بكلامه ورفعه تاني وكملوا رحلتهم الصعبه نحو وادي مليان صخور. ورغم ان الصخور كانت بتعطل طريقهم لكن قدروا يتقدموا ويوصلوا لمكان مؤقت يستخبوا فيه. وفي لحظه تسرع اندريا وقع تاني، لكن الحظ انه الوقعه ما كانتش خطيره، بس الهدوء اللي كانوا فيه تقطع لما تايلر شاف من بعيد مجموعه من الاسود بتقرب بخطوات ثابته. فبسرعه ساعد اندريا يقوم وبداوا يتسلقوا بسرعه التضاريس الصعبه. ولما وصلوا لقمه الجبل لمحوا اعماد الدخان على مسافه، وده اشاره على وجود حياه بشريه. رغم ان الاسود كانت قريبه والخطر كان وشيك تايلر فضل ساكت علشان ما يحبطش اندريا اللي كان امله الوحيد هو انه يوصل للقريه القريبه. في الوقت ده وفي اسفل الوادي الاسود بدات تشم الهواء ولقطت ريحتهم. كانوا على وشك الاستسلام ولكن التغيير في اتجاه الرياح رجع الريحه للاسود واعاد انتباههم ليهم. في اللحظه الحرجه دي ظهر عقرب وبسبب حركتهم نط ناحيتهم، وهم عارفين خطر اي حركه مفاجاه فضلوا ثابتين تماما. العقرب هجم على اندريا لكن تايلر رد بسرعه وبحركه خفيفه صد الهجوم، لكن ده جذب نظر الاسود. فتايلر اخذ قرار يائس مسح نفسه بدم اندريا علشان يخفي ريحته. وبعد وداع عاطفي مليان بالوعود تايلر خرج يلفت انتباه الاسود وضحى بنفسه علشان يدي اندريا فرصه اخيره للهروب. ورغم توسلات صاحبه لكن تايلر كان عنده تصميم في عينيه وخرج من المخبأ وسط الصخور بشجاعه علشان يجذب انتباه الاسود، وده كان تضحيه منه لحمايه اندريا. في الوقت اللي تايلر كان بيواجه مصيره واندريا كمل بصعوبه تحت شمس الصحراء الحارقه لحد ما الارهاق غلبه ووقع مستسلم على الرمل الساخن. الصمت اتكسر باصوات الاغاني الشريره للضباع اللي كانت بتقترب، وكان مرعوب من النهايه المأساويه اللي مستنياه. اندريا قام بصعوبه ومسك عصايه مصمم انه يدافع عن نفسه في اخر محاوله تحدي. وفي اللحظه اللي كان الوضع باين انه مفيش امل برق شق السما بصوت رعد خلى الحيوانات المفترسه تهرب بعيد. المطر بدأ ينزل فجأة وكان ده راحه غير متوقعه خلى اندريا يرتوي ويسمح له انه يستريح تحت الشمس اللي كانت بتبكي. ولما العاصفه هديت اندريا فتح عينه وشاف شكل في المسافه. مشاعر مختلطه ظهرت عليه وهو فاكر انه ممكن تكون مراته، لكن لما ركز عرف انه صديق قديم في قبيلته ومعاه راجل تاني. الاتنين جريوا علشان يساعدوه اخدوه المكان امن مع باقي المجموعه. وبكده اندريا كان الناجي الوحيد وغير متوقع من اللقاء المصيري ده. ودي بتكون نهايه قصتنا النهارده. قولوا لنا رايكم في الملخص في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهارده اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.